بيبدأ الفيلم مع واحد سعودي وبيقول له لا تفشلنا يا رجل، ايا كان سعر الباندا لازم تشتري. وهناك المكن بيقلب المكان، لا ده جاكي شان تبعنا بس كل دول مش تبعنا. وبيفضلوا ضرب في بعض، لكن السيد جاكي بيقتل 1200 راجل لوحده، بس بيتحسد وبيتقتل. لكن بيكون كل ده مشهد والدنيا تمام. والمخرج بيسأله هو انا لو قلت لك نعيد تاني فيها حاجة؟ لا عيد ولا ما عيدش، اوعى يا عم. وبيقول له مدير اعماله ان جات له دعوة من جنينة الحيوانات بانه يتبنى الباندا. حلو ده، يلا بينا. وبيروحوا وبيترحب بيهم والدنيا بتبقى زي الفل. وبنشوف الاخت ساو وبتروح عشان ترضع الباندا. يا حبيبي تعالى هشرب لبنك يا ولد يا كسول اتحرك. وبتروح تشتري ايس كريم من غير الايس كريم لانها كل يوم عاوزة تاكل سفلقة عشان شغالة في نفس المكان. وهوب بيوصل جاكي شان وبيمسك في المدير عشان يبوسه، والنبي ما هسيبك. وهو بياكل الايس كريم بتروح له ساو وبتعرفه بنفسها وانها بتشتغل مع الباندا، وبتاخده عشان توريله الباندا الصغير. واول ما الباندا بيشوف جاكي بيتعلق فيه وبيحبه، فبتعرفه ساو انه مستمتع مع جاكي. حتى بص يخرب بيتك يا معفن، هو هيعمل حمام عليا ولا ايه؟ لا هو اول ما بيستريح بيرمي متفجرات. طب يا رب تبقى متفجرات بس. وهناك بنشوف مركب في وسط البحر وبيكون فيها شوية صيع بيضربوا في بعض. فبيجي الرئيس وبيقول لهم ان معاهم رحلة لجنينة الحيوانات. عيب عليك احنا بتوع حيوانات برضو. طب لو عرفتوا ان العملية مكسبها 100 مليون دولار يا باشا ده احنا بتوعك. وتاني يوم بنشوف موظفين الامن في اوضة الكاميرات، وفجأة بيهجم عليهم واحد وبيفضلوا يضربوا في بعض، وزميله محشور مش عارف ينزل لا يضرب ولا يتضرب. وساعتها بيطفوا كل الكاميرات. وفي هذا الوقت بيكون جاكي في مؤتمر تبني الباندا وبيمضي العقد وبيوعدهم بانه هيخلي باله عليه. والمساعد بيروح عشان يتعرف على ساو وبيعرفها انه ممكن يخليها تقابل جاكي عادي. انا عملت كده. طب مش عاوزة توقيعه؟ لا شكرا معايا. طب ده انت بارد، سبتها لك مخدرة. وبره العصابة بتوصل وفي طريقهم للباندا، فبيشوفهم المساعد وبيستخبى بسرعة. ولما بيدخل جيمس بيكون جاكي بيتصور مع الباندا. يا شباب احنا هنا مفيش اي تقدير للعصابات. طب اهو. وبيثبتوا كل الناس. واول ما جيمس بيشوف جاكي ايه ده حقيقي ده ولا تمثال، فبيودي الباندا بسرعة لساو. ولسه هيهرب بيهددوا جيمس وبيسألوا على مكان الباندا، فبيقول لهم هناك. هو انت مش رايح مع رجالتك هناك؟ وهوب مش بيلاقوا الباندا لكنهم بيجروا ورا ساو، فبتحبسهم في اوضة التعقيم عشان تهرب. وساعتها الضرب بيشتغل. يا عم انت زي الفل سيبني امشي، تعالالي طلاق 3 ما انا سايبك. فبيعترف له جاكي انه ممثل وملهوش في الضرب. انا اسف دي ايدي مش انا. فبيعرفوا جيمس انه سمع كل افلامه وحافظ كل حركاته. حتى بص دي، ايه رأيك في لون شعري؟ من اول ما دخلت وانت ماسكني، انت جاي لنا ولا جاي للباندا؟ وبره بتتسحب ساو عشان تهرب بالباندا وبتستخبى في ركن الاطفال مع المساعد. وبحسن الحظ بيطلعوا رجال الجيمس يدوروا على ساو الباندا وبيكونوا لسه هيمسكوها. بيتحرك المساعد وهو لابس هدوم الباندا، فبيجروا وراه وبيشبعوه ضرب. وجاكي بيطحن ومحدش بيلحقه من ابن المجنونة ده، وبياخد جاكي وبيكسر بيه الجزاز. يخرب بيتك يا غبي يا غبي، انا لو اعرف انت عاوز مني ايه. عاوزك تقتلني، تعرف تعمل كده وكده. طب بص دي، اجري اجري بسرعة ده مجنون. وبيهرب جاكي في الاسانسير مع ساو. واول ما بيطلعوا بيلاقوا الروبوت، فبيدوله الباندا وبيهربوا من العصابة. وبيوصلوا عند حتة لازم ينطوا منها، فبتعتذر له لانها مربية باندا ملهاش في الاكشن والحركات. والله يا بنتي ولا انا ليا في الاكشن، بس اهو بنجتهد. وفي هذا الوقت الرهاين بيغفلوا العصابة وبيقدروا يفكوا بعض. وبيهجم عليه المساعد عشان ياخد السلاح، فبيرفع هو والسلاح وبيحاولوا يتكاتروا عليه وبينط الافريقي. بس حركة الجون سينا ما بتشتغل والكل بيآجل في الراجل وبيكتفوه. وهناك بيوصل جاكي وساو للمخزن وبيكتشفوا ان الباندا اكلت الاخضر واليابس. وبتحاول ساو تكلم الشرطة بس لسه ما فيش شبكة. وفجأة بيوصل كل افراد العصابة وبيفضلوا يجروا وراهم. هو فرح انزل يا عم. وبيطلعوا له فريق من هنا ورجالة من هنا وبيحصل مناوشات هنا. وهوب بيلاقي نفسه على ظهر واحد وبياخد الراجل لنقطة الصفر. والعصابة بيكونوا مبسوطين من حركات جاكي ولا كأنهم في فيلم. فبيقترح عليهم جيمس يتصوروا معاه، بس ساعتها هيتقتلوا معاه. فبيلاقي جاكي بيضرب
يضرب رجالته فبينزل برجالته. فبيطلع جاكي عشان ينقذ ساو. ايه ده طلع تاني؟ طب هنقضي طول الفيلم في الاسانسير ولا ايه؟ وبيطلع يستلقى الباندا وساو، ولما بينزل بتكون اتمسكت ساو وبيهددوه بيها. فبيقول لهم خلاص تعالوا خدوا الباندا، بس بيغفلهم وبياخد السلاح وبيهددهم لو حد اتحرك هيفرتك دماغه، لكنهم بيدوسوا على زرار جهاز التغليف بالغلط وبيكون الباندا على السير. تعالالي عشان انت زهقتني من اول الفيلم بشعرك المعفن ده. فبتستلم ساو الباندا بعد التعليم، بس بيحصروها ومش بتعرف تهرب. وبيطلع جاكي وجيمس من التعليم وبيقول لهم جاكي ينزلوا اسلحتهم بدل ما يقتل جيمس بالسلاح اللي في ايده، وبيخليهم يدوا اسلحتهم للروبوت، وكمان يسيبوا ساو تهرب بالباندا. وبحسن الحظ المكنه بتغلف السلاح، وبيعرفوا ان جاكي كذاب ومش معاه اي اسلحه. فبيهجموا على جاكي وبيضربوه، والمساعد بيكون اتسلل وبيتفرج على الضرب ومش عارف يعمل ايه، وبيترجم الكتالوج عشان يتحرك بالجرار. وبيكون جاكي فاضله 5 ثواني ويموت، بس المساعد بينقذه في اخر لحظه وبياخدهم وبيهربوا من المخزن. فبيجروا العصابه عشان يجيبوا عربياتهم، وهناك المدير بيكون في مركز التحكم وبيشوفهم وهم بيهربوا، وكمان بيشوف العصابه وهم بيجروا وراهم، وبيجرب منهم جيمس وبيشد الكرتونه اللي فيها الباندا. فبتتقطع وبيكون الباندا هيقع، لكن بينقذوا جاكي وبيعرفوا يعطلوا العصابه وبيهربوا. وساعتها المدير بيفتح لهم البوابه وبيدخل جاكي وبتتقفل بسرعه، وبتكون دي منطقه الوحوش. وهم ماشيين الباندا بيجوع، فبيروحوا يحلبوا له وحيد القرن وبيشيلوا وحيد الصغير، وهم بيحلبوا الام بيجي القرن الكبير، لا قرن بس حمش. وبنسيبهم يرمحوا في الغابه وبنروح للمدير، وبيشوفوا عدد كبير من العصابه هيهجموا عليهم. فبيقول له العمال يمشوا وهو هيفضل هنا. وفجأة الباب بيتفتح وبيرموا قنابل مسيلة للدموع، لكنه بيفضل اسد ولا بيتهز. واول ما بيدخلوا العصابة بيسلمهم السلاح بكل حب. ده انا افتكرتك هتدغدغ الدنيا. فبيهددوا رئيس العصابة يفتح لهم البوابة، فبيكب الشاي وبيبوظ اجهزة التحكم. يا خسارة معلش مش هينفع تتفتح. فبيخنقوا رئيس العصابة لحد ما بيفقد الوعي، وبيقول لهم يفجروا البوابة. وفعلا بنشوف افراد العصابة بعد ما قدروا يدخلوا. وفي هذا الوقت بيكون جاكي والباندا مستخبين في مكان في وسط الغابة، وبيسيبوا المساعد والباندا نايمين، وبيحكي مع ساو وبتحكي له ساو انها عاشت طول عمرها مع الباندا سواء في دراستها او شغلها، لكن اهلها طلبوا منها تستقيل عشان تقعد معاهم لانها حياتها كلها في الشغل. وفعلا كتبت استقالتها لكن ما سلمتهاش. وبيحكي لها هو كمان بيحب التمثيل، وكان عنده 8 سنين لما دخل المجال ده، واول ما بيدخل في مود التصوير بيتشجع وبيعمل اي حاجة، وبيتعجب من الحلم اللي اتحقق والعمر اللي عدى بسرعة. فبتسأله هيعمل ايه لو صحي من الحلم؟ اكيد هنام تاني. وتاني يوم العصابة بتمسكهم وبياخدوهم على السفينة، وبيقرر الرئيس يسيب ساو تعيش عشان ترعى الباندا، وبيتحفظوا على جاكي، والمساعد مش عايزينه هيرموه في البحر. وبعدها بيودوا الوجبة الأخيرة لجاكي، وبيتفاجئ بالمساعد قاعد مع العصابة وبيقول له انهم اخدوه بس ما رموهوش في البحر، وقال لهم يسيبوه هيديهم فلوس كتير، لكنهم بيدخلوه الأوضة وبيكونوا عاوزين لا ارموني في البحر احسن، بس بيوروا له الوشم اللي عاملينه لجاكي وانهم من اشد معجبينه. فبيقول لهم المساعد يقلعوا له هو انتوا راسميني في حتت غلط ليه؟ انت بتعمل ايه؟ خلاص شكرا مش عاوز اشوف. وبيعرفوا المساعد ان العصابة هيبيعوا الباندا لرجل اعمال، فبيلبسوا جاكي هدوم زي بتاعة العصابة، وبيطلع هو والمساعد ياخدوا ساو، وبيستخبى جاكي في العربية اللي فيها الباندا، وبيحاول المساعد يهرب هو وساو، لكن جيمس بيشوفهم. معلش يا زعيم عاوزين المفتاح، والسواق لو ما فيهاش ازعاج، ولسه هيقتلهم. الشرطة بتوصل، وهناك بيوصل زعيم العصابة وبياخد الباندا وبيوديه للراجل السعودي اللي شفناه في اول الفيلم، لكن بيدخل عليهم جاكي وبيهددهم بالسلاح، وبيحصل مناوشات وضرب، وبيقدر جاكي يخلص منهم بعد معاناة من المناوشات والضرب. واخيرا بتوصل الشرطة وبيتم القبض على رئيس العصابة الأقرع، وساعتها بينزل الراجل السعودي وبيسألوا جاكي ليه عاوز الباندا، وبياخده عشان يوريله بنته المريضة وانها بتحب الباندا جدا، فهو حب يجيب لها الباندا عشان يفرحها. فبيتعاطف معاها وبيجيب لها الباندا، وبتفرح البت وبيسيبوها تلعب معاه. وبعد 6 شهور بيكون جاكي في جنينة الحيوانات اللي عملها لأجل الباندا، وساو المساعد بيرعوا معاه الباندا. وبس بيخلص الفيلم مع الأبطال بأمن وسلام. ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات.
وتعمل لايك وتشترك في القناة. تفتكر انا قلت كام مرة كلمة الباندا في الفيديو ده؟ ولو عاوزني اكمل بالاداء ده يا ريت تعرفني في الكومنتات. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وايه، سلام.